في سماء شمال إفريقيا، حيث التوترات الجيوسياسية قائمة، يمتلك المغرب والجزائر أسطولين جويين قويين، يمثل كل منهما إحدى أقوى المقاتلات في العالم. المغرب يعتمد على مقاتلات F-16 فايبر الأمريكية، بينما الجزائر تمتلك المقاتلة الروسية سو 35 فلانكر إي. لكن أيهما الأقوى؟ ومن يمتلك التفوق الجوي في المنطقة؟ في هذا الفيديو سنقوم بمقارنة شاملة بين الطائرتين من حيث السرعة، التسليح، التكنولوجيا، المناورة والرادارات، ثم نحدد من يملك اليد العليا في أي سيناريو قتالي. تابعونا للنهاية. أولاً، نظرة عامة على الطائرتين. F-16 فايبر المغربية، بلد الصنع الولايات المتحدة، الشركة لوكهيد مارتن، مقاتلة متعددة المهام، خفيفة الوزن، بمحرك واحد، سو 35. الجزائرية، بلد الصنع روسيا، الشركة سوخوي، دخلت الخدمة سنة 2014، وهي مقاتلة تفوق جوي، ثقيلة بمحركين. الأداء والمواصفات التقنية. السرعة القصوى ل F-16 فايبر المغربية هو 2.4 كيلومتر بالساعة، مقابل 2.7 كيلومتر بالساعة للمقاتلة سو 35. الجزائرية، مدى الطيران 4200 كيلومتر ل F-16، مقابل 3600 كيلومتر للسو 35. أقصى ارتفاع ل F-16 هو 15 كيلومتراً، أما سو 35 فهو 18 كيلومتراً. F-16 تعمل بمحرك واحد، في حين سو 35 لديها محركين. بتحليل هذه النتائج نجد أن سو 35 تتفوق في السرعة والمدى العملي دون الحاجة إلى التزود بالوقود. F-16 تمتلك وزناً أقل، مما يجعلها أكثر رشاقة في القتال القريب. الدفع الموجه لمحركات سو 35 يمنحها قدرة مذهلة على المناورة. أنظمة الرادار والتسليح. رادار F-16 أكثر تطوراً بسبب تقنيات آيس الحديثة، مما يمنحها قدرة تشويش أكبر واستجابة أسرع. رادار السو 35 يتمتع بمدى أطول وقدرة تعقب عدد أكبر من الأهداف، لكنه أقل تطوراً تقنياً من حيث مقاومة التشويش. سو 35 تحمل كمية أسلحة أكبر، مما يجعلها أكثر فتكاً في القتال البعيد. من ينتصر في القتال؟ في القتال البعيد Beyond Visual Range، F-16 فايبر تمتلك ميزة الرادار الأكثر تطوراً، مما يمكنها من اكتشاف الهدف بسرعة وإطلاق صواريخ أمرام بمدى يصل إلى 160 كيلومتراً. سو 35 لديها صواريخ R-77 بمدى 110 كيلومتر، لكن قدرتها على حمل أسلحة أكثر يمنحها قدرة استمرارية أكبر. الفائز المحتمل F-16 إذا تمكنت من إطلاق الصاروخ أولاً، لكن سو 35 لديها فرصة للفوز إذا استطاعت المناورة والنجاة من الضربة الأولى. في القتال القريب دوغ فايت، سو 35 تتفوق بفضل ميزة الدفع الموجه Thrust Vectoring، مما يمنحها مرونة مذهلة في المناورة. F-16 فايبر سريعة وخفيفة، لكن أمام السو 35 قد تجد صعوبة في القتال القريب. الفائز المحتمل سو 35 بسبب قدرات المناورة الفائقة. الخلاصة: أي الطائرتين أفضل؟ F-16 فايبر المغربية تتفوق في الإلكترونيات، أنظمة الرادار والحرب الشبكية، مما يجعلها أكثر كفاءة في المواجهات الحديثة. سو 35 الجزائرية لديها قدرة مناورة خارقة وتسليح أكبر، مما يجعلها أكثر فتكاً في القتال القريب والتفوق الجوي. بالتالي، أي طائرة هي الأفضل؟ يعتمد ذلك على سيناريو القتال. إذا كان القتال يعتمد على التكنولوجيا والتكتيك الشبكي، F-16 فايبر تتفوق. إذا كان قتالاً جوياً قريباً ومناورة شرسة، سو 35 لها الأفضلية. إذن، هل تعتقد أن المغرب بحاجة إلى طائرات ثقيلة مثل السو 35 أم أن F-16 فايبر كافية؟ وهل ترى أن الجزائر يجب أن تستثمر في تطوير تقنيات الرادار الخاصة بها؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك لتصلك مقارنات عسكرية أخرى.